من كام يوم كنت متابعة حالة تلميذ عندي في الفصل، وكنت طالبة إن ولي أمره يجي ضروري، بس محدش ظهر. ولما جه ميعاد اجتماع أولياء الأمور كنت مصممة أقابل أمه عشان مصلحة الولد، لأنه دايما باين عليه الإهمال، لبسه مش نظيف وخطه ضعيف جدا. فبلغته بصراحة لو ما جاش حد من أهله يوم الأربع ما يجيش المدرسة. اتفاجأت بواحدة بتقولي أنا جاية بخصوص يوسف، وطلعت مش أمه، دي زوجة أبوه. ساعتها فهمت كل حاجة وقلبي وجعني على حال الطفل، ونصحتها تتعامل معاه بصبر، وقالت لي إنها بتحاول ومش قادرة. والكلام ده أثر فيا جامد وخلاني آخد قرار إني مش هسيب الولد ده يضيع. دخلت الفصل لقيته زي العادة، ريحة هدومه مش أحسن حاجة وشعره مش نظيف، بس المرة دي ناديت عليه بهدوء وخليته يقعد قدامي، وكان باين عليه القلق. ووقت الفسحة عملت معاه اتفاق صغير، يجي بدري 5 دقايق نرتب نفسنا سوا، وجبت له صابونة ومشط وغسلت وشه بإيدي، وحسيت قد إيه الولد ده محروم من لمسة حنية. جبت له كراسة جديدة، وكل يوم كنت بقعد معاه 10 دقايق، مرة أعلمه يمسك القلم صح ومرة أشجعه، ومع الوقت خطه اتحسن وثقته في نفسه كبرت. وبعد شهر شفت معجزة صغيرة، بقى يجي المدرسة نظيف ويشارك ويضحك. والمفاجأة لما زوجة الأب جت وقالت أنا مش عارفة حضرتك عملتي إيه، بس الولد بقى حاجة تانية. وفي آخر أسبوع وقف قدامي ماسك ورقة وقال بخجل دي ليكي. فتحتها لقيت مكتوب شكرا يا أبلة، انتي أول حد اهتم بيا في حياتي من بعد ما أمي ماتت وأنا صغير. ساعتها معرفتش أتكلم غير إني مسحت على شعره وقلت له أنا فخورة بيك وإنت تستاهل كل خير.